في سابقة لم يشهدها التاريخ رئيس دولة يجلس على كرسي الحكم، لكن اسمه لا يزال في قوائم الإرهاب الدولية. أحمد حسين الشرع، المعروف سابقا بأبي محمد الجولاني، رئيس سوريا والمطلوب دوليا. الأمم المتحدة لم تسقطه من لوائح الإرهاب، ولا يزال مدرجا على قائمة المطلوبين خاضعا للعقوبات الدولية، ممنوع من السفر، أصوله مجمدة، وأي دعم له محظور عالميا. تم تصنيفه إرهابيا بسبب قيادته جبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، وضلوعه في تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين في سوريا والعراق، وارتباطه بشبكات مسلحة دولية. ورغم ذلك في 2025 أصبح الجولاني رئيسا لسوريا في مرحلة انتقالية، لكن الأمم المتحدة لم ترفع اسمه من قوائم الإرهاب. بعض الدول ترفض التعامل معه والبعض الآخر ينتظر، لكن السؤال يبقى: هل سيظل رئيسا رغم أنه مطلوب، أم أن العدالة ستلاحقه؟ ما رأيك؟ هل يمكن لرئيس مدرج على قوائم الإرهاب أن يحكم دولة، أم أن المجتمع الدولي سيتحرك ضده؟ شاركنا برأيك في التعليقات.